مرحبا بكم في قناة فاطمة ستوريز. أنا هنا باش نحكي لكم قصة واحد السيد حقيقية غادي تصدمكم. خليكم معايا. ما كنتش متخيل بأن الميمة مرات شيباني مول فيرما غادي دير معايا هادشي، لحقاش رفضت أنني نلبي ليها الرغبة ديالها وندير معاها هداكشي اللي بغات. داكشي اللي دارت فيا صراحة خلاني مصدوم حياتي كلها. اليوم جيت نحكي لكم القصة ديالي مع الميمة مرات الشيباني مول فيرما اللي كنت خدام عندهم سنين وأنا خدام عندهم، وعمرني تخيلت بأن الميمة مرات الشيباني هادي توصل بها الرغبة ديالها لهاد الدرجة هادي. كنت كنقول واش أنا حتى تبغي دير معايا هادشي اللي غتسمعوا وهادشي اللي غادي يوقع ليا في هاد القصة هادي. قبل ما نكمل، إلا كتعجبكم هاد القصص الواقعية اللي فيها الصدمة والعبرة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. بغيت يكون عبرة لكم. أنا الاسم ديالي أحمد، في عمري 40 سنة وساكن في النواحي ديال مراكش، منطقة ديال أوريكا. في سنة 2009 أخوتي كنت خدام ما بيا معليا الفلاحة مع الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه. في هاد النهار هذا فاش توفى الوالد الله يرحمه، مشيت أنا انتقلت لواحد البلاصة سانيت في الغرب وخدمت عند الناس، وهاد الناس هادو هما اللي غادي توقع ليا معاهم هاد الواقعة اللي غادي تسمعوا. أنا دابا في عمري 40 سنة، ولكن هذيك الساعة فاش دخلت عندهم كنت باقي صغير شوية، باقي شاب، باغي نخدم، باغي نحقق حتى أنا ذاتي ونجمع شوية ديال الفلوس. مشيت عند هاد الناس هادو الشيباني اللي كانوا معروفين في هاد المنطقة هادي، طلبت منهم قلت لهم راني باغي نخدم، راني بدراعي الحمد لله، إلا كانت شي حاجة معكم هنا. وقلت لهم بأنني نقدر ندير أي حاجة بغيتوها، نتسخر ليكم، نفلح الأرض، وأي حاجة نقدر نديرها، راكم عارفين الراجل. إيوا خوتي فعلا قبلوني، قالوا لي مرحبا بك أوليدي، باغي تخدم، باغي تدبر على راسك، مرحبا. بديت خدام معاهم، كيسخروني، كنخدم معاهم نيت في الفلاحة، كندير البهايم، كنوردهم، كندير أي حاجة. المهم سكنت معاهم تما، عطاوني واحد البلايصة ساكن معاهم تما في هذيك البلاصة وفي هذيك الفيرما، وفي نفس الوقت وليت فرد من العائلة ديالهم، يعني كيتيقوا في أي حاجة ممكن نديرها. كيصيفطوني للسوق كنتسوق ليهم، كندي الحاجة بالطونوبيل اللي كانت باغا تمشي عند الطبيب، وكندي البنيات ديالها اللي كانوا باقين صغار حتى هما للمدرسة. المهم وليت بحال الفرد ديال العائلة. شيباني الله يواليه برحمته اللي توفى كان مهلي فيا مسكين، كان دايرني بحال ملدو، لا من ناحية الخلاص كيتهلا فيا كيزيدني شوية، لا من ناحية الحوايج اللي كان كيعطيني، الماكلة، أي حاجة كنت باغيها كان كيعطيها ليا مسكين الله يعمر دار والله يرحمه. في هذا النهار هذا الحاجة مراتو كانت صغيرة عليه تقريبا بواحد 20 عام هكاك، هذه تكون عندها هذيك الساعة تقريبا واحد 44 عام ولا 55 عام، وهو كان كبير تقريبا وصل حتى ل 65 عام. وأنا في هذيك الوقيته فاش دخلت عندهم كانت عندي تقريبا هذيك 27 عام أخوتي. إيوا بقات الأمور غادية، دوزت معاهم العام الأول بخير وعلى خير الحمد لله. كل أسبوع تنمشي تنشوف الوالدة ديالي مسكينة ومعها واحد اختي اللي خلاهم ليا الوالد الله يرحمه، كنصيفط ليهم، كنعطيهم الفلوس، كنشري لهم المونة ديالهم، الكفة ديالهم كل سيمانة كنجيبها لهم. المهم ما نسيتهمش، وفي نفس الوقت كنت كنجلس مع هاد الناس هادو كنتسخر عليهم، يعني بحال يقولوا هاز جوج ديال العائلات، بحكم أن الشيباني الله يواليه برحمته ما كانوش عنده الولاد كبار وكان معول عليا بزاف، لدرجة أنني وليت كندير كل شيء، وحتى هو مسكين دارني بحال ولده. ولكن هاد الميمة هادي اللي غنعاود لكم عليها غادي تدخل بيناتنا بحال السوسة الله يحفظ، بسبب واحد الغريزة، بسبب غريزة الشهوة. في الثلاثينات أخوتي ما نكذبش عليكم كنت بوكوس، كنت زوين، كنت هلا في راسي، وخا نقول لكم أنا فلاح وكندير هادشي ديال الفلاحة والبهايم، ولكن ديما كنت نقي الحمد لله، ديما كانت الصورة ديالي نقية، كنقي راسي، الريحة والباسي ديما نقي، ما فيهش الريحه ديال البهايم ولا شي حاجه، واخا كنخدم في داكشي د الميمه. مرات الشيباني كانت كتعاملني بحال خوها في الدار، وقت ما كنت كنديها عند الطبيب ولا كنديها المدينه ولا شي حاجه كنتسخر عليها وكنحترمها، وعمرني صراحه هزيت فيها عيني ولا شي حاجه، حيتاش ديما كنتفكر الشيباني اللي مسكين مهولي فيا والله يجازيه بخير. ولكن هي كانت كتحفر ليا غير بشويه بشويه. في البدايه كانت غير كتلمح ليا، يعني فاش كنمشي معها المدينه مثلا للسوق ولا شي حاجه كتبدا تلمح ليا، كتقول ليا شي هضره اللي صراحه انا ما كنتش كنفهمها، من قبيل ان كتقول ليا شيباني راجلي ما كيبغيش يخرج معايا، شيباني راجلي ماشي رومانسي. المهم كتعاود ليا شي حوايج اللي كنشوفها انا حوايج خصوصيه بين الراجل ومرته ومشاكل خصوصيه، انا ما كنتش كنتجاوب معها نهائيا. ولكن السيده بدات معايا بهذه الطريقه هذه، كتحفر
تشفر ليا حتى وصلت معايا لواحد الدرجه ولات كتقول لي نيشان راه عجبتيني وراني بغيت نطيح معاك كيف تيقولوا. انا كنت ديما تنقول لها نعلي الشيطانه الميمه، راه انت راكي بعقلك وهذا وانا تا انا بعقلي وما نقدرش نخون الشيباني في الثقه اللي وضع فيا. فاش كنقول لها هاد الهضره هادي ما كتسمعهاش وما كتسوقش ليا، كتقول ليا غادي بدير داكشي اللي غادي نقول لك. ودر اني قالت ليا غادي نصيفطك، وقالت لي راه ماشي الشيباني اللي جابك وانما انا اللي جبتك وانا اللي نقدر نجري عليك في اي وقت بغيت. انا صراحه كنت خايف بزاف شي نهار لا تشري ليا الصداع مع الشيباني ولا يجري عليا، بحكم انه انا صراحه ما لقيت مازال فين نمشي. حتى ديك الارض اللي كنت وردتها على الوالد ديالي الله يرحمه ما فلحتهاش مازال، بحكم انه خاصني بزاف ديال الامكانيات باش نجهزها وباش نردها ارض عصريه. هنا وليت صراحه بين امرين، يا اما غادي نمشي معاها في هذاك الخط اللي بغات ونعطيها هذاك الشيء اللي كانت باغيه، ولا نمشي في حالي وما نرجعش مازال، او لا نمشي ونفضحها عند الشيباني. ولكن ما كنتش قادر صراحه نتكلم مع الشيباني في هذا الشيء، حيتاش كاع الا قلت ليها شنو كاين وعاودت ليه داك الشيء ما غاديش يتيقني ويقدر يردني انا اللي في العيب ويصيفطني للحبس. المهم بقيت كنفكر وكنسايس معاها حتى لواحد العام اخوتي الشيباني غادي يبغي يمشي للحج. المراه ديالو الميمه ما بغاتش تمشي معاه ولو انه رغم عليها وباغيها تمشي. قالت ليها انا ما غاداش نمشي. قال ليها علاش؟ قالت ليها انا غنبقى مع البنيات والبنات ما كاينش اللي رعاهم، واخا هما راه جايبين المربيات اللي يوقفوا عليهم ويكونوا معاهم، ولكن هي ما بغاتش تمشي ليه للحج. قال ليها صافي، قال ليها انا غادي نمشي بوحدي، انت بقي هنايا حتى نرجع ان شاء الله. المهم وصاها قال لها تهلاي في بنيات وتهلاي في راسك، ومشى للحج. بقيت انا مع البنيات ومعها هي ومعنا دوك المربيات. مرات يجيو هنا الحاجه خوات ليها الدار، ولكن بقاو ليها البنيات وهذوك المربيات اللي قلت لكم كيجيو مره. واحد الخدامه كطيب ليهم. بالنسبه للخدامه قالت لها سيري في حالك، عطيتك واحد الكونجي ديال 20 يوم. قالت لها حتى نعيط لك ان شاء الله. الخدامه فرحات، شدات هذاك الجوا ديالها فيه الفلوس ومشات. بقاو ليها البنيات ديالها. قالت شنو غادي ندير باش نتهنى منهم؟ غادي نمشي نديهم عند واحد اختي ساكنه في كازا، ندوز بهم واحد الاسبوع تما ونخليهم معها اسبوع اخر. فعلا هذاك الشيء اللي دارت، مشات لكازا داتهم عند هذيك اختها، جلست تما واحد الاسبوع باش ما تعيقش وهي ترجع لهنايا. الغيب فاش رجعت عيطت لهذوك المربيات، قالت لهم عندكم حتى نتوما واحد الكونجي ديال 20 يوم، ما تجيو حتى نعيط لكم. صافي بقاو شي خدامات كانوا كيعاونوني في الفلاحه وفي داكشي ديال البهايم. قالت لهم غادي تخدموا واحد يومين، غادي تحشيو البهايم وغادي توجدوا لهم الماكله ديالهم وما غاديش يخرجوا مازال. قالت لهم واي حاجه اخرى غادي ناجلوها حتى من بعد ان شاء الله. قالوا لي علاش؟ قالت لهم ان شاء الله رانا معوله نمشي نحج على راجلي. قالت لهم دابا الخدمه غادي توقف. فعلا داكشي اللي دارت، جمعوا لي هذاك الخدمه ديال الاسبوع في يومين، قدوا ليها المسائل وهما يمشيو في حالهم. انا فاش سمعتها قالت لهم راني غادي نلحق على راجلي الحج تيقتها. قلت ربما هذه غادي تتوب من هادشي اللي كانت باغا دير، غادي تمشي تلحق على راجلها، وانا حتى انا غادي نمشي في حالي بعد ما غادي تخلصني حتى يرجعوا عاوتاني ونرجع. مشيت عندها تشاورت معاها، قلت لها المهمه مادام انت غادي تلحقي على الشيباني الحج الله يتقبل، انا غادي نمشي لدارنا حتى ترجعوا ان شاء الله وغادي نرجع حتى انا. قالت لي واخا غادي نخليك تمشي وان شاء الله غادي نتهلا فيك، ولكن صبر عليا. قالت لي واحد يومين ولا 3 ايام، راك انت اللي غادي توصلني ان شاء الله للمطار. قالت لي وصلني للمطار ورجع في حالك ديك الساعه حتى نجيو ان شاء الله. على نيتي انا قلت لها صافي ماشي مشكل، قلت لها غادي نزيدها يومين حتى ان شاء الله تجمعي حويجاتك ونوصلك كيف قلتي. قالت لها صافي. السيده خوات ليها الدار، خوات ليها الفيرما، بقيت غير انا وياها في الراس. انا على نيتي كنتسناها تسمى حويجاتهاش باش نوصلها كيف قالت المطار ونرجع عند الوالده ديالي. السيده كتبلاني في البلانات ديالها وانا ما جايباني خبار. فاش اخوتي دازت هذيك يومين، واحد الليله وانا ناعس في بلاصتي في هذاك البيت اللي عاطيني، حتى كنحس بالحركه عندي في البيت. حسيت بشي حاجه كتحرك وانا نشعل الضوء. شعلت الضوء وكنلقى السيده واقفه عليا ولابسه شي لباس اللي صراحه انا عرفت علاش لابساه. شفتها وانا نقول لها المهمه شنو كديري عندي في البيت وشنو بغيتي؟ قالت لي كتوجدي راسك باش تمشي للحج وانا كنتسناك باش نديك المطار. قالت لي لا ولد الناس، قالت لي انا ما غاديه فين، ما غاديه لا الحج لا حتى شي حاجه. قالت لي بلاصتي هنا معاك. قالت لي كيفاش يهديك الله؟ قالت لي كيف سمعتي؟
قالت لي مدة هذه وانا كنحاول ما امكن انني ندير معاك داكشي في المدينة، ولكن من ما بغيتيش قلت غادي نخوي الدار وغندير معاك داكشي هنايا في الدار وفي هذا البيت اللي كتنعس فيه. فاش انا فهمت القالب وعرفت شنو كاين وباللي ما كاين لا حج لا والو غير كذبه باش تخليني معاها في الدار بوحدنا، قلت لها ايوا صبري عليا الميمه. قلت لها منين دابا كاع وصلنا لهذا الشيء، قلت لها تسنيني هنا، قلت لها نعسي انت فوق هاد الناموسيه وتسنيني وجدي راسك راني جايك. قالت لي فين غادي؟ قلت لها غادي نمشي ندخل عندك للدار باش ندوش وندير الريحه ونبدل الحاله. قلت لها راكي كتعرفيني انا عزيز عليا النقه وهذا وما نقدرش نجلس معاك وانا هكا. قلت لي صافي مزيان. مشات معايا حتى لهذيك الدار، دخلتني للدوش وبقات كتسناني. في هاد اللحظه هادي انا ما لقيت كيفاش ندير، حليت هذاك الباب ديال الدوش، قلت لها شوفي المهمه جيبي لي غير الفوطه من عندك من البيت باش نلويها عليا راه غادي يضربني البرد. في هاد اللحظه بالضبط انا لقيت الفرصه باش نخرج من هذاك الدوش ونهرب. لبست الله يسمح لي غير هذاك الشورت والديباردور وهذوك الحوايج الاخرين لحتهم على كتفي، وانا نسلت بغيت خارج مع هذيك الدار حتى وصلت لهذاك البيت ديالي وانا نطرق التليفون ديالي. هزيتو انا نسلت من هذيك الفيرما، بقيت غادي وسط هذوك الفرار من اللي كاينين تما، غادي حتى خرجت اخوتي لواحد الشونطي كبير. هاد الشونطي هذا وتقول واش لقيت شي واحد دايز معاه، لا طيرين يطير ولا واحد يسير كيف تيقولوا. قلت انا الا بقيت هنايا في هاد الشونطي هذا غادي تخرج وغادي تلقاني، بحكم انها عندها طونوبيل غادي تتبعني بها. عاودت اخوتي رجعت دخلت مع هذوك الفرارم حتى لقيت واحد البلاصه اللي مهجوره، بقيت اخوتي تما حتى صباح الحال، ولكن ما جانيش النعاس. السيده فاش عرفتني هربت كتصوني لي في التليفون وكتصوني وكتصيفط لي في لي ميساج وكتهدد فيا، كتقول لي الا ما رجعتيش راني غادي نتهمك بشي حاجه اللي خايبه بزاف. انا ما تجاوبتش معاها في داك الشيء وخليتها كتهدد وما جاوبتهاش. ايوا في صباح الحال طلعت انا نيشان لهداك الشانطي اللي قلت لكم، بقيت كنتسنى تما تقريبا نص ساعه كنشير حتى وقف ليا واحد السيد الله يجازيه بخير، قالت لهم غادي تخدموا واحد يومين، غادي تحشيو البهايم وغادي توجدوا لهم الماكله ديالهم وما غاديش يخرجوا مازال. قالت لهم واي حاجه اخرى غادي ناجلوها حتى من بعد ان شاء الله. قالوا لي علاش؟ قالت لهم ان شاء الله رانا معوله نمشي نحج على راجلي. قلت لهم دابا الخدمه غادي توقف. فعلا داكشي اللي دارت، جمعوا لي هذاك الخدمه ديال الاسبوع في يومين، قدوا ليها المسائل وهما يمشيو في حالهم. انا فاش سمعتها قالت لهم راني غادي نلحق على راجلي الحج تيقتها، قلت ربما هذه غادي تتوب من هادشي اللي كانت باغا دير، غادي تمشي تلحق على راجلها، وانا حتى انا غادي نمشي في حالي بعد ما غادي تخلصني حتى يرجعوا عاوتاني ونرجع. مشيت عندها تشاورت معاها قلت لها المهمه مادام انت غادي تلحقي على الشيباني الحج الله يتقبل، انا غادي نمشي لدارنا حتى ترجعوا ان شاء الله وغادي نرجع حتى انا. قالت لي واخا غادي نخليك تمشي وان شاء الله غادي نتهلا فيك، ولكن صبر عليا. قالت لي واحد يومين ولا 3 ايام راك انت اللي غادي توصلني ان شاء الله للمطار. قالت لي وصلني للمطار ورجع في حالك ديك الساعه حتى نجيو ان شاء الله. على نيتي انا قلت لها صافي ماشي مشكل، قلت لها غادي نزيدها يومين حتى ان شاء الله تجمعي حويجاتك ونوصلك كيف قلتي. قالت لها صافي. السيده خوات ليها الدار، خوات ليها الفيرما، بقيت غير انا وياها في الراس. انا على نيتي كنتسناها تسمح حويجاتهاش باش نوصلها كيف قالت المطار ونرجع عند الوالده ديالي. السيده كتبلاني في البلانات ديالها وانا ما جايباني خبار. فاش اخوتي دازت هذيك يومين، واحد الليله وانا ناعس في بلاصتي في هذاك البيت اللي عاطيني، حتى كنحس بالحركه عندي في البيت، حسيت بشي حاجه كتحرك وانا نشعل الضوء. شعلت الضوء وكنلقى السيده واقفه عليا ولابسه شي لباس اللي صراحه انا عرفت علاش لابساه. شفتها وانا نقول لها المهمه شنو كديري عندي في البيت وشنو بغيتي؟ قالت لي كتوجدي راسك باش تمشي للحج وانا كنتسناك باش نديك للمطار. قالت لي لا ولد الناس، قالت لي انا ما غاديه فين، ما غاديه لا الحج لا حتى شي حاجه، قالت لي بلاصتي هنا معاك. قالت لي كيفاش يهديك الله؟ قالت لي كيف سمعتي؟ قالت لي مده هذه وانا كنحاول ما امكن انني ندير معاك داكشي في المدينه، ولكن من ما بغيتيش قلت غادي نخوي الدار وغندير معاك داكشي هنايا في الدار وفي هذا البيت اللي كتنعس فيه. فاش انا فهمت القالب وعرفت شنو كاين وباللي ما كاين لا حج لا والو غير كذبه باش تخليني معاها في الدار بوحدنا، قلت لها ايوا صبري عليا الميمه.
قلت لها منين دابا كاع وصلنا لهذا الشيء؟ قلت لها تسنيني هنا. قلت لها نعسي انت فوق هاد الناموسيه وتسنيني وجدي راسك راني جايك. قالت لي فين غادي؟ قلت لها غادي نمشي ندخل عندك للدار باش ندوش وندير الريحه ونبدل الحاله. قلت لها راكي كتعرفيني انا عزيز عليا النقه وهذا وما نقدرش نجلس معاك وانا هكا. قلت لي صافي مزيان. مشات معايا حتى لهذيك الدار، دخلتني للدوش وبقات كتسناني. في هاد اللحظه هادي انا ما لقيت كيفاش ندير، حليت هذاك الباب ديال الدوش. قلت لها شوفي المهمه، جيبي لي غير الفوطه من عندك من البيت باش نلويها عليا، راه غادي يضربني البرد. في هاد اللحظه بالضبط انا لقيت الفرصه باش نخرج من هذاك الدوش ونهرب. لبست الله يسمح لي غير هذاك الشورت والديباردور وهذوك الحوايج الاخرين لحتهم على كتفي، وانا نسلت بغيت خارج مع هذيك الدار. حتى وصلت لهذاك البيت ديالي وانا نطرق التليفون ديالي، هزيتو انا نسلت من هذيك الفيرما. بقيت غادي وسط هذوك الفرار من اللي كاينين تما، غادي حتى خرجت اخوتي لواحد الشونطي كبير. هاد الشونطي هذا وتقول واش لقيت شي واحد دايز معاه؟ لا طيرين يطير ولا واحد يسير كيف تيقولوا. قلت انا الا بقيت هنايا في هاد الشونطي هذا غادي تخرج وغادي تلقاني، بحكم انها عندها طونوبيل غادي تتبعني بها. عاودت اخوتي رجعت دخلت مع هذوك الفرارم حتى لقيت واحد البلاصه اللي مهجوره. بقيت اخوتي تما حتى صباح الحال، ولكن ما جانيش النعاس. السيده فاش عرفتني هربت كتصوني لي في التليفون وكتصوني وكتصيفط لي في لي ميساج وكتهدد فيا، كتقول لي الا ما رجعتيش راني غادي نتهمك بشي حاجه اللي خايبه بزاف. انا ما تجاوبتش معاها في داك الشيء وخليتها كتهدد وما جاوبتهاش. ايوا في صباح الحال طلعت انا نيشان لهداك الشانطي اللي قلت لكم، بقيت كنتسنى تما تقريبا نص ساعه كنشير حتى وقف ليا واحد السيد الله يجازيه بخير، قال لي الدوش دوشتي في الدار وخرجتي مشيتي طرقتي البيت ديالي قالت لي وسرقتي لي الذهب ديالي قالت لي والاثار وهداك الشيء ديالك راه باقي تما في الدوش وفي الباب وفي الدار. ايوا المهم انا تفكرت هذيك اللحظه اللي دخلت للدوش فعلا غيرجعوا غادي يلقاو البصمات ديالي تما في الدوش، ولكن واش انا غادي نسرق وغادي نمشي ندخل للدوش شنو غادي ندير في الدوش؟ المهم ديك اللحظه فاش رجعوا لهذوك البصمات لقاهم فعلا في الدوش ولقاهم فعلا في الباب في هذيك الوقيته اللي كتقول لهم وهذيك الوقيته اللي هربت انا فيها، ولكن ما لقاوش البصمات ديالي في الماريو وفي البيت ديالها. في الاخر اخوتي قرروا انهم يشدوني على ذمه التحقيق. بقيت اخوتي مشدود ومجرجر تقريبا واحد الشهر ولا شهر ونص وانا سين نجيم. في الاخر اخوتي ما غادي يعتقني غير الشيباني مسكين، غادي يجي الشيباني مسكين من الحج وغادي يسمع بانني سرقت الذهب. الشيباني عندي زارني قال لي واش فعلا وليدي سرقتي الذهب؟ قلت له الشيباني واش كتعرفني كيفاش انا داير وكتعرف بانني ما عمري مديت يدي لشي حاجه؟ وقلت له كيفاش انا غادي نمد يدي لشي حاجه ماشي ديالي؟ قال لي يا وليدي انا عارف كيفاش داير وانا عارف فيك الامانه وداكشي علاش انا استخلفتك في داري. قال لي هادشي صراحه ما دخلش لراسي. قال لي ماشي ما تيقتش المدام، ولكن تقدر ربما يقدر يكون شي واحد سرق لي هذاك الشيء من غيرك انت مستبعدك من هادشي. وهو يقول لي غير كون هانيه وليدي انا غادي نخرج لك من هادشي كله. خلاني مسكين ومشى عند المراه ديالو كيسول فيها وكيستنطق فيها. في الاخر قال لها شوفي مدام هاد الذهب ديالك مشى، قال لها انا غادي نعوضه، سواء كان هاد السيد هذا اللي داه سواء كان شي واحد اخر اللي داه، انا غادي نعوضه كامله وغادي نشري لك الذهب جديد. قال لها غادي تنازلي على الدعوه وغادي تخليه يمشي في حاله. فهاد اللحظه اخوتي كنت انا مصمم باش نعاود ليه كلشي داكشي اللي وقع ونعاود للجندارم بالسبب اللي خلاها تطيح عليا هاد الباطل هذا، ولكن صبرت. قلت ربما غادي تنازل على هاد الدعوه هادي وتخليني نمشي في حالي ونخلي ليها العائله ديالها مجموعه وما نشتتش ليها الشمل. فعلا اخوتي من بعد واحد المده قصيره غادي تنازل على الدعوه وغادي تقول لهم باللي سمحت ليه واخا انا ما درت حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله خرجت منها. بعد اخوتي ما خرجت مشيت اول حاجه درتها عند الشيباني مسكين بست ليه راسو وشكرته بزاف وقلت له الله يجازيك بخير على هادشي اللي درتي وما نساش خيرك. وهو يقترح لي قال لي علاش ما تبقى معنا تكمل معنا؟ قلت له الشيباني مادام ان المراه ديالك ما كتثقش فيا انا ما يمكنليش نبقى. قلت له الشيباني انت على راسي وعيني وعزيز عليا وشاهد الله. قلت له ولكن ما يمكنليش نبقى في دار مولاتها ما مامناش عليها. ايوا في الاخر اخوتي قبل ما نمشي مسكين جبد واحد 3 المليون وهو يعطيها لي. قال لي هذه عربون مني، قال لي دير بها شي مشروع وعيش حياتك. شديتها وقلت له الله يخلف وانا نمشي في حالي. بعد اخوتي مسكين غادي توفى تقريبا بواحد الشهر على هذا الشيء، وصراحه حزنت منين توفى وداعيت معاه بالخير، ولكن السيده مراته ما غنسمحش ليها على هذا الباطل اللي طيحات.
وصافي حبابي، وصلنا لنهاية فيديو اليوم. كنتمنى من قلبي تكون القصة عجباتكم ووصلت لكم شي إحساس زوين. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا ليه لايك باش توصل الرسالة للناس كتر، وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كتبوا لي في التعاليق شنو رأيكم، واش سبق لكم دزتوا من شي تجربة بحال هذه. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.